السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. موضوعين اتنين هنتكلم عنهم في فيديو النهاردة. الموضوع الأول، في حد بيقول، أو حد كان سألني، في صديق يعني بيقول لي إن يعني كان أخد فكرة إن التربية في السلكات الموضوع صعب وإنه لقاها سهلة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، لكن هنتكلم عنه النهاردة بطريقة تانية. الموضوع التاني، معلومة خاطئة منتشرة بين الناس عن الحمام اللحم السلفر، وهنتكلم عنها والله يسامحهم اللي نشروا المعلومة الخاطئة دي. تمام. لكن هنبدأ في البداية بموضوع التربية في السلكات. التربية في السلكات ولا التربية السايب عملناها قبل كده. يعني أولا هنتكلم عن الحمام اللحم في سلكات ولا، أو عموما الحمام إنتاجه أفضل في سلكات ولا على السايب. في رأيي أنا ومع تجربتي إن بالنسبة للحمام اللاحم حتى كمان الزاجل في التربية في سلاكة الإنتاج بيكون أفضل. الكلام ده له أسباب كتير هنتكلم عنها واحدة واحدة. ليه هيكون إنتاجه أفضل في السلاكة؟ لأن الحمام في السلاكة هيكون متفرغ، مفيش وراه حاجة، لا لعب ولا أي حاجة زي الحمام السايب. خاصة الحمام اللاحم بيكون عدواني أكتر في التربية السايب. لكن دي طبعا شباب، أنا يعني إيه اللي بيتجوز أو اللي بيدخل في مرحلة الإنتاج بسكنه في السلكات زي ما حضراتكم عارفين. لكنه لو هو سايب كده هتلاقي معارك كتير بين الذكور على العشوش أو من غير أي سبب، أهو زي ما أنت شايف كده تلاقيه دايما بيضربوا بعض كده. فطبعا انت بتكتفي شرهم في انك انت تحط كل جزء كده في السلاكة زي ما حضرتك شايف بالشكل ده. لما يكون كل قص في السلاكة كده بيكون مركز اكتر في الانتاج وبس وتأكيل الزغاليل. طب تعالى هنشوف القص اللي معانا فوق ده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة الزغاليل. طبعا هقول لك برضو الاسباب اللي وصلت الزغاليل والانتاج للحاجه دي للمستوى ده. طبعا هي الزغاليل لسه صغيره والاهالي بتحضر لعيش فوق اهو. الحمام لما بيكون في السلاكه بيكون مفيش عنده وقت للعب، يعني يا اما بياكل وياكل الزغاليل، او راقد على البيض، او راقد على الزغاليل، او متفرغ للتزاوج. مفيش اي حاجه تعطله عن الانتاج. لا معارك ولا كده ولا كده، هو متفرغ فقط للبيض وللزغاليل ورعايتهم يعني. يبقى الحمام هيأكل زغاليله في السلاكة أفضل، يبقى هتاخد حجم زغاليل أكبر من الزغاليل في السايب. تمام كده؟ طيب حاجة كمان، هيكون نسبة البيض المخصب أعلى من التربية سايب. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك لما ذكر بيحب يتزوج، وكلنا بنشوف دي في التربية السايب. لما ذكر يجي يطلع على النتاية في التربية السايب بتلاقي الذكور بتجري عليه وتضربه وتوقعه من على النتاية، فما بيعطوش الفرصة. لكن في السلاكة بيكون براحته زي هنا كده، الذكر اهوت والنتاية واخدين مكانهم يتزوجوا براحتهم، زغاليلهم تحت، هم بيحضروا العش فوق. فمن هنا في السلاكة بيكون مركز اكتر. تمام كده؟ لكن مهم جدا يا جماعة ان ما يكونش حجم السلاكة صغير، يعني ما تجيبش سلاكة اقل من 60 في 60. هي 50 في 50 ممكن تنفع، لكن بيكون فيها مضايقة للحمام اكتر، ممكن يطلع منها بيض فارغ. لكن خليها 60 في 60 خاصة لو الحمام لحم. تمام. كمان لو انت هتحط 2 طاجن للحمام زي كده، يبقى طاجن تحت وطاجن فوق، ممتازة اللي هي برف داخلي. ولو هي مش برف داخلي، لو 60 في 60 هينفع تحط الاتنين طاجن جنب بعض برضه. في كمان حد بيقول ان هي كانت متعبة قوي بالنسبة له في تأكيل الحمام. لا بالعكس، ده هي انت بترفع الأكالة وتأكل بسرعة في ثواني. هتبص تلاقيك أكلت لو عندك مثلا 50 عين للحمام، هتأكلهم مثلا في 10 دقايق بسرعة بكوباية، تكون معاير العيار بتاعك وهتأكل بسرعة، تحط الكمية اللي انت عارفها على طول بسرعة. ولو انت مشغل السقاية الاوتوماتيك، طبعا انا كنت لغيها لسبب، انا كنت لغيها لانها كانت متعبة جدا بالنسبة للأدوية. كنت لغيها بالنسبة للأدوية، كانت متعبة. الخراطيم بتاعتها هي لسه موجودة، ان شاء الله ممكن نركبهم تاني. وانا الموضوع اتحل بالنسبة لي، وهقول لك اتحل ازاي. لما بدأت استخدم الادوية دي يا جماعة، الادوية دي ما بتسيبش اثر في المية، ان هي ممكن تسد الخراطيم دي او ان هي تليس في الجردل. الادوية دي بتدوب تماما في المية. فعشان كده هبدأ ان شاء الله احاول ان انا ارجع الخراطيم دي. الدواء بيدوب في المية وكأن المية ما فيش فيها اي دواء.
الانواع دي، وان شاء الله النتيجه فعاله جدا وانا جربتها. شوف الادراج دي، الادراج بقت ناشفه جدا. اللي برضو حد كان قال لي التنظيف بيكون صعب، التنظيف بيكون صعب لما يكون في الحمام عامل اسهالات، لكن مع الادويه اللي هي بتاعت شركه الاهرام دي بسم الله ما شاء الله زي ما شايف كده، الدرج ده انا بقالي اكتر من اسبوع ما نضفتوش. وهقول لك كمان على حاجه تعملها، السكينه دي سكينة معجون، بس مش سكينة معجون. هو انت ممكن تجيب سكينة معجون من اللي بيشتغل بها النقاشين، لكن دي سكينة حلويات، ما بتصديش وفي نفس الوقت بتكون حامية من هنا، دي اللي بيقطعوا بها الحلويات. تمام، فهي اهو التنظيف بيكون بالنسبة لها كده خلاص مفيش في حاجة اهو، مفيش، سهل جدا جدا جدا. خلاص كده اللي بيقول اللي هي تنظيفها صعب لما بيكون في اسهالات بتكون محتاجه غسيل او حاجات زي كده، لكن بالنسبه لي فهي سهله جدا. يكون معاك سكينه المعجون كده وتروح لاممهم كلهم، اسهل من تنظيفك للارض. وطبعا زي ما قلت لك انت لو مركب السقايات هيكون اسهل ما تغسل كل يوم تغسل المسائل دي. انا غيرت لنظام المسائل الفخار دي لما كنت بشتغل بالادويه الثانيه، لما اشتغلت باندكلوست وفيروس توب ادي الميه فيها الدواء، مش هتلاقي فيها، مش هتلاحظ فيها اي دواء، مفيش ادويه بتركز زي الانواع اللي هي الادويه المركبه، خاصه الادويه البشري ان تلاقيها ركزت في الميه، لكن دي ما بتركزش في الميه يا جماعه، هي والميه جزء واحد اهو، كانك مفيش فيها اي ادويه. يبقى لو حطيتها في الخرطوم مش هتعمل اي حاجه، اتوكل على الله وركب الخراطيم واشتغل بالسقايات اللي هي الاوتوماتيك. هل تربيه السلكات مفيش فيها عيوب؟ لا، برضه ممكن يقابلك فيها عيوب. من عيوبها ان انت ممكن تلاقي ذكر وانتايه طبعهم وحش، ممكن تلاقي ذكر وانتايه الاثنين عايزين يرقدهم في وقت واحد، الذكر عايز يزق النتايه يخرجها والنتايه عايزه تزق الذكر تخرجه، كل واحد عايز يرقد ويسيب الثاني يخرجه بره الطاجن. طيب ده بيعمل ايه بقى؟ ده وهم بيعملوا من الموضوع ده ممكن يكسروا من البيض. اتكلمت عنها قبل كده ان انا كنت بنزل الذكر وبدل ما بينهم هما الاثنين، اخرج ده شويه وادخل ده شويه وقت ما بطلع يعني. وقلت لك قبل كده ان الذكر بيرقد 4 ساعات في اليوم بس، فكفايه عليه انك تدخله 4 ساعات في السلاكه وتخرجه تاني. الموضوع ده كان حل لي المشكله دي بشكل كبير جدا. طبعا كمان لو القص تقيل ممكن يكسر البيض في التربيه اللي هي في سلكات، لو القص تقيل بيكسر البيض، فطبعا برضو بنعمل معاه الحكايه دي ان احنا بنحاول نخرج الذكر ونسيب النتايه بس، او نسيب الذكر ونخرج النتايه زي ما قلت لك عليها في فيديو قبل كده. او اننا ممكن نخلف الذكر من النتايه، يعني نجيب الذكر ده نجوزه نتايه تانية والنتايه نجوزها ذكر تاني، لو بيعملوا من الموضوع ده بيكسروا البيض. ده برضو بتقابلنا في التربيه في سلكات. بنحاول ان احنا نتوسع في السلفر، بنجوز من الشباب اللي هم اولاد القص اللي احنا قلنا لكم عليه، ان شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. هنا كمان ان شاء الله اللحم السلفر، يا رب ان شاء الله كده بس يبارك ان شاء الله. شايفه هي المشكله اللي لسه بقول لك عليها، الاثنين تلاقيهم عايزين يرقدهم مع بعض، لكن مش بالغباء، ساعات تلاقي المشكله دي بس بغباء تلاقي الاثنين بيضربوا في بعض لحد ما يكسروا البيض. الميزه اللي عايز اقول لك عليها مهمه جدا في التربيه في سلكات، وهي ان انت لو في فرد مريض، انت لقيت مثلا لا قدر الله في فرد حمام تعبان، هتقدر تعالجه فرداني، يعني فرد تعبان هتقدر لو هتديله في الفم هتقدر تحط له نص سنتي اندكلوست مثلا مده 5 ايام، تمام، او هتعطيه فيروس توب مثلا، او هتحط في المسقه بتاعتهم، او هتكلم المهندس اسامه حسين يقول لك تعالجهم فرد ازاي. افضل من ان انت في التربيه السايب كده، لو مربي سايب كده الحمام مش هتعرف الفرد المريض فين الا اذا مسكته وعزلته، وعلى ما تعرف الفرد المريض هيكون عاد باقي الحمام. ففي الحالات اللي هي زي كده في التربيه السايب لازم تاتي الحمام كله، لكن في السلكات كده الفرد المريض مش هيلحق ينقل العدوى، تمام كده، يبقى في السلكه المرض مش هينتشر، وفي نفس الوقت تقدر تعالج فردي الفرد المريض بس، وفي نفس الوقت ان هو معزول مش هينقل المرض لاي حاجه، رغم ان انا افضل انك تخرج الفرد المريض بره بعيد جدا عن الحمام، يكون افضل يعني. ميزه كمان في تربيه الحمام في سلكه انك انت مش هتلاقي المنظر ده، منظر زي ده. طبعا ده ذكر شاب لاحم لاف على انتهى زاجل، انا هلحقه بسرعه احبسه، لان انا ما بحبش الكلام ده، ما بحبش موضوع التهجين بين الزاجل وبين اللحم.
هيقول لك ده بيطلع لحم سلفر. لا طبعا يا جماعة، معلومة خاطئة تماما. ده هيبقى اسمه بزراميط. اللي يقول لك ان اتكلمنا على الموضوع ده في بداية الفيديو، اللي قال لك المعلومات الخاطئة اللي انتشرت بين المصريين ان اللحم السلفر مش لحم. لا يا جماعة، اللحم السلفر نوع لحم أصلي بيور. الشركة الفرنسية أنتجت نوع حمام لحم سلفر بيور، جاي من الشركة وجاي مختوم كمان بختم الشركة الفرنسية. ولو هتحب تجيبه دلوقتي القص هتجيبه بختم الشركة بحوالي 18,000 جنيه. فاللي انت شايفه ده هيطلع بزراميط. فانا طبعا هلحق الذكر ده بسرعة، والنتاية دي اشوف لها ذكر من نوعها انا محتاجها، هجوزها ذكر زيها بالظبط عندي. لكن في التربية السايب كده ما بتقدرش تتحكم. فعشان كده ان انا اخد الذكر اللاحم ده اجوزه لنتاية ابيض زيه، والنتاية الزاجل دي محتاجها ان اجوزها لذكر زاجل زيها من نفس الصنف. هتطلع لي زاجل محترم ولاحم محترم اعرف ابيعه، سلالة اصلية. مش تقول لي ان هو زاجل مع لاحم بالشكل ده ان هم هيطلعوا لحم سلفر. لا، مفيش الكلام ده يا جماعة، ده ما يبقاش لحم من اساسه. لذلك ان انا لما قلت لك في بداية الفيديو هقول لك على معلومة خاطئة، ربنا بعت لنا المنظر اللي انت شفته دلوقتي ده. وشوفنا في نفس الوقت الذكر لما هو حب يطلع على النتاية جاله اللي يضربه، المشكلة اللي قلت لك عليها في بداية الفيديو. فلا هو طلع، احسن ان هو ما طلعش، لان احنا مش عايزين التزاوج ده. ده يا جماعة اللحم السلفر البيور، اللي هو سلفر اساسي، مش ذكر لاحم ابيض او نتاية لاحم ابيض مع ذكر زاجل ازازي او سلفر. مفيش الكلام ده. يقول لك هات ذكر من ده تجوزه لنتاية لاحم زي اللي جنبه دي ابيض، يقوموا يطلعهم لحم سلفر. لا يا جماعة، ده يبقى اسمه بزراميط، ما يكونش لاحم سلفر. اللحم السلفر ده اللحم اللي هو جاي من الكويت، من الاستاذ هاني الغالي، اللي احنا بنعمل منه سلالة ربنا يبارك له ان شاء الله. ده اللي هو جاي من الكويت، والكويت اصلا اخواننا الكويتة مستوردينه من فرنسا. هتعرفوا ازاي ده لو متزاوج مع حمام زاجل؟ هتعرفوا ازاي؟ ده شكل منقار، او اقول لك عظم زي ما بيقولوا بتوع الحمام، لكن طبعا احنا بنكلم ناس كتير في الدول العربية ما يعرفش اللغة بتاعتنا. ده شكل منقار اللحم السلفر البيور، مش شكل منقار الزاجل. الزاجل معروف، راس الحمامة الزاجل مع عظمها بتاع المنقار بيكون معروف، مش زي ده بيكون نفس المنقار ده هو اللي موجود في اللحم الابيض بالظبط. اهو شايف شكل راس الحمامة اللحم السلفر ده، شكل راس الحمامة وشكل منقارها وشكل عينها اهو، ملهاش علاقة بالزاجل نهائي. معلش بقى، انا مش عارف امسك الحمامة وانا بصور لوحدي. زائد ان لون الحمامة لو شفنا لون الحمامة مش السلفر اللي هو او الزاجل الازازي. شوف مايل على الاحمر كده، تشوف صدر الحمامة تحس ان هو احمر، شايف مدي على الاحمر تمام. هتلاقي من الجناحين السلفر فعلا، الحمام اتبهدل من مسكتي له طبعا، ومن صدرها مايل على الاحمر كده، بقت انعكاسات بالاخضر. هو ده شكل يا جماعه الحمام السلفر البيور اللي هو وارد الكويت، اللي هو اساسي من الحمام السلفر الفرنسي اللي بختم الشركه الفرنسيه. طبعا اخواننا في الكويت هم اللي بيستوردوا اسهل بكتير مننا، فهم في كل سنه بيدخلوا السلاله الجديده اللي بتعملها الشركه الفرنسيه، لكن بالنسبه لنا صعب طبعا. دي المعلومه اللي كنت عايز اقول لك عليها. مفيش حاجه اسمها تجوز ذكر زاجل لنتاية لاحم يديك سلفر. اللحم السلفر لاحم سلفر جاي من فرنسا، لكن في ناس كتير عملت السلاله دي في مصر ونشرت الكلام ده. مفيش، ده يا جماعه مش لاحم اساسا، اللي انت بتعمله ده مش لاحم اساسا. بس كده، ده كان موضوع فيديو النهارده. عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.